مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سيتحدث عن أحدث الأحداث والتطورات في أحد المسلسلات الهندية تم الإعلان مؤخرا عن خروج الأبطال الرئيسيين من المسلسل الهندي حبيبتي من تؤون، وهم الممثلين نيل بهات وإيشا سير وهرشاد أرورا. وأعلنت منصة الإنتاج المسلسل أن هذا الخبر رسمي من طرفها، مشيرة إلى أن الأحداث ستأخذ تحولا جديدا وسيتم عرض شخصيات جديدة لتحمل مسؤولية الأدوار الرئيسيين في المسلسل. وتأتي هذه التغييرات بعد التغيير الزمني في المسلسل، مما يعني أن الأحداث تتطور وستشمل أحداث جديدة وشخصيات جديدة. هذا الخبر أثار حزن واستياء العديد من المعجبين والمشاهدين الذين اعتادوا على رؤية هؤلاء الممثلين يؤدون أدوارهم بصورة متميزة في المسلسل. ويشار إلى أن هؤلاء الممثلين حصدوا نجاحا مثيرا للاهتمام في الدراما التلفزيونية الهندية وحظوا بشعبية بين المشاهدين. ومع هذا فإن هذا الخبر يبين الحاجة الملحة للتغييرات في المسلسل وعرض شخصيات جديدة للحفاظ على جاذبية المسلسل وجعله يتجدد باستمرار. يتمنى الجمهور أن تنجح الشخصيات الجديدة بالوفاء بالمستوى الذي وصل له الأبطال الرئيسيين، وأن يظل المسلسل مثيرا وجذابا مثل ما تعودنا عليه دائما. ينتظر الجمهور بفارغ الصبر لمشاهدة الأحداث والشخصيات الجديدة التي ستظهر في المسلسل وبأي وسيلة سوف تتطور الأحداث. شكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو، ونأمل أن يكون قد نال إعجابكم. نحن في قناة دراما هندي تجمعنا نسعى دائما لتزويدكم بأحدث الأحداث والأخبار المثيرة حول مسلسلاتكم المفضلة. إذ كان لديكم أي تعليقات أو أسئلة فلا تترددوا في تركها لنا في قسم التعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم مرة أخرى، ونتطلع للقائكم في فيديوهات قادمة.